بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل الاباجوره. انا حبيت اختصر في الوقت شويه عشان خاطر ايه ما نضيعش بس وقت كتير. احنا هنعمل 4 ونربطهم 2 لون و2 لون، ونعمل شريط طويل بالغرزه الرباعيه. يعني هنحط 3 خرزات، واحده فيهم لون مختلف والاتنين التانيين اللي هم هيبقوا اللون الاساسي بتوع الشابو. هنشتغل هنعد كده من بره 1 2 3 4 5 6. في السبعة هنحط 2 غامق وواحدة فاتح، ونرجع نكمل تاني نعمل 1 2 3 4 5 6. في السابع هنحط 2 غامق وواحدة فاتح. هنكرر نفس الحكاية دي 5 مرات. في الخمسة طبعا بنسيب اخر واحدة. احنا بنعمل ادي 1 2 3 4 5 6. في السبعة انا هقفلها بيها الدايرة بالطريقة دي. هاخد خرزاية بيضة من تحت والخرزاية الغامقة من فوق، واقفل الدايرة بالطريقة دي. بقى معايا 5. طبعا انا ممكن اخليهم 6 حسب ما انا عايزة، حجمها اكبر اصغر هي اللي هتحدد معايا الحجم بتاعي. وحابة اشتغل الصف التاني. طبعا احنا هنشتغل الصف التاني على اللون الفاتح. تمام. طبعا انا معايا في دلوقتي خرزايه فاصل ما بين كل 7 خرزات. في خرزايه فاصل. الخرزايه دي هتفضل معانا لحد ما نخلص الطول للشابو. نفس الخرزايه موجوده هنا سمره، يبقى فوقيها سمره اسمر، وبقيته هنشتغله ابيض لحد ما هنوصل للدايره اللي بتبقى في النص. الدايره دي اللي هتخلي الشابو معانا نازل معانا ب7 لتحت. كده هنبدأ نعمل الصف التاني. هناخد طبعا ايه خرزاية سمراء عشان احنا فوق الخرزاية السمراء، و2 ابيض. تمام. ونطلع من الجنب واكمل بقيتها ابيض عادي خالص لحد ما اوصل برضو للخرزايه السمراء. برضو بتبقى معايا سمراء بالطريقه دي. هنعمل الصف ده اللي هو الصف التاني عشان هنيجي نبدأ من الصف التالت اللي جاي. او ممكن ان احنا نعمل، هي ليها برواز، ممكن نعمل البرواز بعد ما نخلص الدوران بتاعنا، وممكن نعمله من دلوقتي. فهنعمل 4 صفوف وبعد كده نشتغل في الدوران، او ممكن نعمل صفين 2 بس اللي هو الاولاني البدايه والتاني ونبدا في الدوران، وبعد كده الطول بتاعنا من فوق يبقى تبع ما احنا نحب، صف 1 صفين تبع الكبر المساحه اللي احنا عايزينها. نكمل بقيه الصف عادي بنفس الطريقه، اسود فوق الاسود وبقيه الصف كله اللون الفاتح معايا. كده انا خلصت الدور التاني بالطريقه دي. هنبدأ نطلع الدور التالت. زي ما احنا عارفين قلنا فوق الاسود اسود، ناخد واحدة سمراء 2 ابيض. عايزين نركز شوية في الحتة دي عشان الدور ده اللي هنبدأ منه الدوران. تمام. هعمل واحدة رباعي ماشي بالطريقة دي، وكمان واحدة رباعي. هنبدأ من بعد السمرة. السمرة دي احنا هنعتبرها ان هي فاصل ما بين جزء وجزء، او فاصل ما بين وحدة ووحدة. كده عملت 2 رباعي بالطريقة دي. هعمل واحدة خماسي
هاخد واحدة بيضة، واحدة سمرة، تمام، واحدة بيضة بالطريقة دي كده. انا الخيط خلص معايا، هقفل الخيط وابدأ احط خيط جديد. كده انا قفلت الخيط، هحط فتلة جديدة هربطها برضو. احنا قلنا في ناس بتربطها، في ناس بتمشيها في الشغل، في ناس بتربط الاتنين في بعض، بس انا مبحبش اربط الاتنين في بعض لما بيبقى خيط تخين زي الخيط اللي احنا شغالين بيه. طبعا دلوقتي لازم يكون خيط تخين عشان يكون محمل معانا. كده انا عملت 2 رباعي، واحدة خماسي فيها واحدة سمرة، يعني واحدة ابيض واحدة اسمر واحدة ابيض. بعد كده هعمل اللي جاية دي رباعي، واحدة بيضة، بيضة دي اللي هي هتبقى من تحت والسمرة من فوق. دول هيبقوا كده بداية معانا الدايرة اللي هتبقى في النص. يبقى عملت 2 رباعي، واحدة خماسي، واحدة رباعي، وهعمل كمان معايا واحدة خماسي برضو. ابقى انا عايزة السمرة بالطريقة دي، هبقى عايزة السمرة تقابلهم، يبقى هحط ايه 2 ابيض وواحدة سمرة، تمام. بالطريقة دي. طبعا احسن حاجة في الشغل انه لازم يكون الشغل بتاعنا ايه نضيف. بالطريقة دي هتبقى معانا كده، وارجع اكمل الاتنين اللي باقيين اللي قبل الستة اللي هي السمرة دي، هتبقى رباعي رباعي، وهرجع ابدأ وحدة من اول وجديد. اولها 2 رباعي خماسي هيبقى فيها واحدة سمرة، رباعي هيبقى فيها واحدة سمرة برضو من فوق، خماسي برضو هيبقى فيها واحدة سمرة، واكمل الاتنين اللي باقيين رباعي، وارجع نفس الحكاية لحد ما اكمل الصف كامل كده. ده يبقى معانا الصف التالت. كده انا خلصت الدور التالت. ادي 1 2 3 زي ما احنا قلنا. طول الخط الاسمر هيفضل زي ما هو، لان هو ده البرواز اللي احنا بنمشي حواليه. عملنا واحدة رباعي وجنبها واحدة رباعي، وبعدين خماسي فيها واحدة سمرة، رباعي فيها واحدة سمرة، خماسي فيها واحدة سمرة، وبنكمل الاتنين اللي باقيين رباعي عادي. وزي ما عملنا الوحدة دي بنشتغل الوحدة دي ونكمل بقية ال5 أركان بنفس الحكاية. كده أنا طلعت للدور الرابع. طبعا احنا زي ما قلنا السمرة زي ما هي دي ثابتة، خط معانا أسمر على طول. هنشتغل رباعي. طبعا أنا معايا هنا أدي 1 2 3 أبيض، هما ال3 دول اللي أنا هشتغل عليهم. دول السمر دول انا مش هشتغل عليهم، احنا هنمر حواليهم بس بالخيط عشان نعدي الجنب التاني. هنشوف كده.
كده انا عملت 2. التالتة هحط واحدة سمرة جنب السمرة على طول، وفوقها تبقى البيضة. لو الخيط طالع من فوق يبقى هبدأ بالبيضة وبعدين هنزل بالسمرة. انا الخيط طالع معايا من تحت يبقى هحط السمرة الاول وبعدين البيضة. قلنا مش هنشتغل على ال3 خرزات اللي هما السمر، انا همر حواليهم بس بالخيط. وزي ما عملنا الجنب ده برضو هنكرره في الجنب التاني. طبعا احنا بنحاول نمر بقى بالخيط من حوالين الشغل بحيث انه ما يبقاش باين معانا اي خيط. نراعي الحكاية دي واحنا بنشتغل. يعني هنفضل نازلين طالعين بالخيط لحد ما نوصل المكان اللي احنا عايزين نشتغل فيه. تمام. هطلع منين؟ هطلع من الخرزايه البيضه اللي هي دي، هطلع من الخرزايه البيضه دي اللي هي جنب السمره عشان احنا بنشتغل عكس اتجاه الخيط. هحط ايه؟ 2 ابيض وواحده سمره. تمام. وهكمل بقيه الصف بتاعي فوق ال2 البيض اللي باقيين اللي هما قبل الخرزايه السمراء اللي احنا بنقول عليها دي اساسي موجوده. برضو هنعمل رباعي. هو الصف ده كله رباعي بس احنا مش بنشتغل مكان الدوران اللي في النص. تمام. كده انا خلصت الصف الرابع في الوحدة دي بس. طبعا انا عندي 5 وحدات. ده الصف الرابع معايا. زي ما عملنا هنا هنشتغل هنا ونكمل بقية ال5 جنيه. كده انا خلصت الدور الرابع. ادي كده معانا بقت الدايرة معانا 2 4 5 5 كده ايه اسود. كده انا هبدأ في الدور الخامس. هنحط 2 ابيض 1 اسود. بالطريقة دي عشان الاسود يفضل فوق الخط الاسود. هعمل قد ايه؟ هعمل 2 رباعي كده. دي واحدة وادي التانية. والتالتة هنعملها خماسي. نخلي بالنا عشان اللي جايه دي فيها خرزايه مختلفه. الفتله طالعه معايا منين؟ اهي الفتله طالعه معايا من الجنب، يعني من جنب الخرزايه السمراء، يبقى هبداها بالخرزايه السمراء وبعد كده الاتنين الابيض عشان انا معايا خرزتين. لو طالعه الفتله من فوق من هنا يبقى كنت هحط الاول الاتنين الابيض وبعد كده الخرزايه السمراء. يبقى احط خرزايه سمراء واتنين ابيض عشان انا معايا 2.
كده احنا عايزين نكمل بقية الدوران اللي موجود معانا. هنعدي من الخرزايه السمراء اللي احنا لسه حاطينها دلوقتي، تمام. هنعدي من الخرزايه السمراء دي، ماشي، وهنشتغل على الخرزايه البيضه دي. هنشتغل عليها ايه؟ رباعي. هنحط 2 ابيض وواحده اسمر، ولو الفتله طالعه من تحت يبقى هنحط ال2 الواحده السمراء الاول، وبعد كده ال2 الابيض حسب اتجاه الفتله ما طالعه معانا. انا الفتله كده طالعه معايا فوق من الابيض، يبقى احط 2 ابيض وواحده اسمر. هدخلها، هعديها من الخرزايه البيضه اللي هي فوق السمراء عشان تيجي معايا فوق السمراء على طول تقفل معايا، يبدا نكمل بقيه الدوران كده بالطريقه دي. هعدي الفتله وهطلع من الخرزايه البيضه اللي فوق، الخرزايه البيضه اللي هي دي كده. انا عملت اهو الرباعي بتاعتي، تمام اهي كده عشان تبقى باينه. هشتغل على دي، هعمل خماسي، هحط واحده سمراء والتلاته اللي باقيين بيض. ادي واحده سمراء والتلاته اللي باقيين معايا ابيض. 2 3 يبقوا معايا 4، وفي معايا واحده تحت هنا اللي هي البيضه، كده يبقوا 5. واعدي من البيضه، تمام كده. كده احنا حاسين ان الدوران بدأ يقفل معانا. هعدي من السمراء واعدي من البيضه واشتغل واحده رباعي، 2 ابيض وواحده سمراء. ادي 2 ابيض وواحده سمراء، واعدي من البيضه كده، تمام كده. احنا عايزين بقى ايه؟ نقفل الدوران. هنقفل الدوران ازاي؟ عايزين بقى نضمه هنا مع دي. انا معايا زي نموذج مصغر، النموذج هنا اهي كده معايا. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دواير في النص كده. انا معايا كام منهم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى انا كده عايزه ال10. فاحنا قلنا دي واحده خماسي رباعي خماسي رباعي، يبقى هقفلها بالخماسي. هاخد الواحده السمراء واعدي من الخرزايه البيضه بتاعه الجنب التاني كده، تمام كده. انا ضمتهم مع بعض بالطريقه دي. طبعا كده انا معايا لسه ناقصه، طبعا ادي معايا هما 3. احط ال2 البيض واعدي تاني من البيضه والسمراء والبيضه، واخرج عادي في الغرزه بتاعتي العاديه واكمل بقيه الصف رباعي. بقى بالطريقه دي، تمام. هكمل بقيه صفي رباعي لحد ما اوصل برضو للدوران التاني. وزي ما اشتغلت الدوران ده هشتغل الدوران التاني والتالت لحد ما اخلص ال5 دورانات اللي عندي، لان انا عاملاها ب5 اتجاهات بس. حابه تعمليها ب6 ماشي، ب5 ماشي، اللي يريحك، ب4 ماشي، حسب اللي يريحك. وما ننساش الخرزايه السمراء الفاصل.
كده. ادي ده اول دوران معايا. تمام. نكمل بقيه الخمسه اللي باقيين اللي هم الاربعه دول، ودي الخمسه طبعا بتاعتهم بنفس الطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا خلصت الصف الخامس. ادي 1 2 3 4 5. هبدأ في الصف السادس. هنحط زي ما احنا اتفقنا اول واحدة لازم فوقيها تفضل زي ما هي سمرة. الصف ده كله رباعي ما عدا لما نيجي هنا فوق الخرزتين دول اللي هم بتوع الخرزاية الخماسية اللي هي دي، هنشتغل رباعي هنا لوحدها مع الصف ده، ونشتغل دي رباعي برضو منفصلة وهنكمل بيها وننزل بيها لتحت. نشوفها ازاي. هنشتغل رباعي عادي، نكمل الصف بتاعنا وما ننساش الخرزايه السمراء لازم تفضل فوق بعضها عشان هي دي قلنا اللي بتحدد الوحدات. طبعا انت ممكن تشكلي بقى وانت بتشتغلي الوان، ممكن تعملي مش شرط نفس هي ممكن يكون نفس الموديل بس تغيري في تدريجات الالوان جوه في الرسمه نفسها، تعملي اشكال نجوم، تعملي اشكال بقى زي ما انت عايزه. لما المجسم بيبقى قدامك تقدري تحددي تعملي اي اشكال تانية زي ما انت حابه. ممكن تكبريه، يعني احنا بعد ما المفروض الصف ده والصف اللي جاي المفروض كده يبقى ايه الحجم العادي الاساسي بتاعه خلص. ممكن تكبريه عن كده لو عايزه الجوز بتاعه اطول من كده. وطبعا احنا لسه في صفين عندنا من فوق ما اشتغلناهمش. كده بالطريقه دي. هعدي الفتله، هفضل اشتغله كله رباعي لحد ما اوصل عند الدايره الخماسي، هي دي اللي فيها الاختلاف. تمام. هي ما فيهاش اختلاف، يعني هي برضو رباعي بس ما احنا الرباعي بنضمها مع بعضه. لا دي هتبقى خرزايه الغرزه منفصله والغرزه التانيه اللي جنبها برضو منفصله. نشد ايدينا جامد واحنا بنشتغل عشان ده محتاج يكون ايد ناشفه، ما يكونش طري، ما يكونش مرخي معانا، لان هو بالطبيعي مع الوقت خيط الشعر بيدي شويه مرونه فتره الصيف بالذات. انما فتره الشتاء انت هتلاقي حتى لو في عندك شغل ملكوم لو بصيتي عليه في الشتاء هتلاقيه نشف بقى ناشف، انما في الصيف مع درجه الحراره وكده بيطرى، فلما يبقى مشدود مش هيلاقي مساحه ان هو يتمدد قوي يعني ويطرى. كده انا كده ايه وصلت لاول واحده في الغرزه الخماسيه. هعملها عادي خالص، اخد خرزتين واعدي عادي خالص منها. تمام. دلوقتي انا هشتغل الخرزايه اللي بعدها. المفروض ان انا هاخد خرزتين عشان بيبقى معايا اتنين، واحده من فوق وواحده من تحت. لا في دي انا هاخد 3 خرزات عشان هيبقى معايا واحده من تحت بس، لاني انا مش هشبكها مع الخرزايه اللي قبلها او مع الغرزه اللي قبلها. كده بالمنظر ده احنا خلصنا هي دي. انا هشتغل على دي، المفروض كنت هاخدهم خرزتين، لا انا هاخد 3. ادي 1 2 3. هدخلها فين؟ هدخلها في الخرزايه اللي هي الخرزايه التانية من الخماسيه اللي تحت. احنا اشتغلنا اهو على واحده
وادي دي التانية. مش هشبكها هنا، مش هشبكها في اللي قبلها، لا هتبقى منفصلة لوحدها كأني بشتغل دور جديد. انسي اللي انت شغالاه قبلها كده، هتديني فرق كده. انت لو بصيتي في الجلاب اللي احنا شغالينها من تحت، بصي عند كل واحدة خماسي هتحسي ان اللي فوقيها مفرقة، بس هي عشان مع بداية الشغل ممكن ما تحسيهاش، انما لو ما تبص لها هتلاقي احنا بنشتغل الخماسي دي، فهتلاقيها مفرقة عن بعضها، بس بيجمعها السطر اللي بعديه يجمعهم الاتنين مع بعض. ونكمل بقية الشغل عادي خالص رباعي كل الصف لحد ما بنوصل للغرزة الخماسي، هي اللي بنعمل الغرزتين اللي فوق منفصلتين، ما بنشبكهمش في بعض. ده اللي بيدينا الوسع، عشان خاطر الطبق يدينا السبعة او الشابور يدينا السبعة ويكبر معانا. ونكمل بقية الصف بنفس الطريقة. نشوفها تاني كده، لازم يديني المنظر ده. لو ادوني الاتنين دول اتضموا مع بعض بقوا واحدة يبقى كده هي غلط. لا، انا باجي عند الاتنين الخماسي دول وبعمل دي لوحدها مع طبعا مع الصف اللي انا شغالة فيه، وبعمل دي لوحدها وبكمل بقية الصف لحد ما اوصل للخماسي التانية، واكمل بقية الدور بنفس الطريقة. كده احنا عملنا لحد الدور السادس. هنبدأ في الدور السابع كده، اهو معانا 1 2 3 4 5 6. هنبدأ في الدور السابع. نخلي بالنا الدور السابع ده هيبقى فيه البرواز الأسمر زي البداية كده. أنا عملت واحدة عشان خاطر تبان، هيبقى بالمنظر ده. هنعمل واحدة جديدة مكان الخرزاية السمراء اللي احنا ماشيين بيها، هتبقى هنحط الخرزاية السمراء زي ما هي وجنبها أسمر، وتحت ومن الجنب هتبقى بيضة. يعني كنا بنحط الأول 2 أبيض و1 أسمر في البداية، لا احنا هنحط 1 أبيض و2 أسمر. وهنمشيها غرزة رباعية بالشكل ده. طبعا احنا لما هنوصل للبوز برضو هو اللي فيه عندنا شوية شغل، عايز حبة تركيز. كده بالشكل. طبعا هناخدها كلها، كنا بناخد الخرزتين بيض، لا هناخد على طول واحدة بيضة وواحدة سمراء، طبعا حسب اتجاه الخيط ما طالع معانا. لو الخيط طالع من فوق يبقى هنحط السمراء الأول، لو الخيط طالع معانا من تحت يبقى هنحط البيضة الأول. بالشكل ده. ونشد طبعا كويس عشان بقى ايه يلم معانا الشغل. عايزين نركز شوية عشان الحتة بتاعت البوز دي هي اللي فيها شوية الشغل. الصف كله رباعي، خلاص احنا ما عندناش خماسي. تمام. طبعا انا عندي الخرزتين اللي انا كنت عملتهم من تحت اللي هما الغرزتين الرباعي اللي هما مفارقين، هما دول اللي هيكون عليهم الشغل. كده انا عملت كام واحدة؟ 1 2 3 4 5. طبعا كده انا معايا الخرزتين هما اهو.
دول الخرزتين اللي هم مفرقين. دلوقتي انا عملت 5 وردات اللي هم الرباعي، ووصلت ل2 مفرقين، بقى معايا ال2 مفرقين اللي تحت، ومع الغرزه اللي انا مشتغلاها واحده بيضه في الجنب. هشتغل على البيضه اللي في الجنب دي، يعني مش هعدي الفتله معايا من تحت، لا هشتغل على الخرزايه اللي في الجنب اللي في نفس الورده اللي انا فيها. مش هشتغل على الصف اللي فوق ده، مش هنزل تحت. هحط 2 ابيض، هحط 2 واحده بيضه وواحده كمان بيضه وواحده سمراء. تمام بالشكل ده اهي طايره هي مع نفسها. طبعا انا لما اشد كده الخيط هلاقيها عملت معايا غرزه تحت، هتبقى معايا ادي 1 2 3. ال3 دول هيبقوا عايزين واحده عشان يتقفلوا غرزه رباعيه اللي احنا عاملينها من تحت مفرقه. يبقى هاخد خرزايه بيضه، خرزايه واحده بس، والف حوالين ال3 خرزات دول، واطلع تاني من فوق من عند الغرزه اللي كانت طايره، اللي هي اخر واحده انا اشتغلتها. قفلت معايا اهي ماشي. ادي هي دي الغرزه الاولانيه. هلف بالخيط لحد ما اطلع من البيضه بالشكل ده. كده انا هعد معايا بقى معايا كام؟ 1 2 3 4 5 6. ال7 دي هيبقوا معايا 2 اسود وواحده ابيض. دي كده النص بتاعنا. تمام كده. يبقى انا بنيت ال7 بتاعتي اهي كده. هلف بالخيط لحد ما اعدي من البيضه ومن البيضه اللي تحت، وهكمل بقيه الصف عادي اتنينات، واحده بيضه وواحده سمراء. تمام. وطبعا بقيت ال4 جوانب اللي باقيين بنفس الطريقه. وهنفضل ماشيين غرزه رباعي لحد ما بنوصل للبوص بنشتغل عليه زي ما شفنا. تمام. بالشكل ده. نقربها كده اكتر عشان ايه
السلام عليكم. كده احنا خلصناه خالص اهو. فاضل طبعا من هنا من الحرف، من هنا هيبقى فيه صفين كمان عشان يعلى معانا الشكل بتاعه. كده احنا هنيجي نقلب الطبق كده من جوه، ماشي، وهنسيب اول صف وتاني صف نشتغل عليه. يعني هنسيب الاسود وبعد كده ابيض، وفي الابيض التالت هنشتغل عليه برضو رباعي، يعني 3 خرزات على واحد. طبعا هنلفه بيه كله داير ما يدور. دي ليه؟ عشان خاطر اللي هنشتغل عليها ويتسند عليها. بالطريقه دي كده هتبقى واقفه لجوه. هنشتغلها طبعا داير ما يدور حوالينها كلها. نشد جامد. تمام. بالشكل ده كده كده زي ما احنا شايفينها كده اهي من جوه اهي. هتبقى كده واقفه لجوه رباعي على واحد، ونكمل بقيه الدايره كلها بنفس الطريقه. كده انا خلصت الجزء اللي جوه اللي هو الرباعي على واحد. تمام كده باين معايا اهو، ماشي تمام كده. كده انا هبدأ اشتغل الجزء اللي باقي عندي فوق. هكمل الشغل طبعا برضو. هقفل الاول الشغل ده. لن تتفاجئوا عندما رأيتمونا، كيف تعرفون عن الرسالة؟ هربط كويس طبعا جامد. انتم الجارديان، شكرا لجعلي اتخيل هذا. وعادة حسنوات يخترن العباقرة. خلي ايدي دايما تشد الخيط عشان الشغل يبقى ناشف وشايل نفسه، لان ده مش مفرش، ده مجسم، وشغل المجسمات بتاعنا كله لازم يكون ناشف. ماشي. هقلب الشغل بتاعي كده. طبعا انا كان ممكن ابدأها من البداية. ماشي. هربط الخيط. هشتغل صفين كمان بحيث ان هي ايه يطولها لي من فوق. طبعا ممكن اشتغل اكتر، دي حاجة ترجع لي انا في شغلي. تمام. طبعا دي هتبقى كلها الصف ده كله ابيض، يعني هناخد 3 ابيض. وبنعدي طبعا بالخرزايه عكس اتجاه الخيط بالشكل ده، وبطلع طبعا من الجنب واشد كويس. قلنا عشان يكون ناشف. واخد خرزتين، وطبعا هكمل بقية الصف نفس الطريقة. خرزتين خرزتين كله ابيض لحد ما اوصل للاخر بتبقى خرزاية واحدة بتقفل الدور. كده بالطريقة دي. بشد كويس
هنكمل بقيه الدور كله نفس الحكايه بالطريقه دي. السلام عليكم. انتوا سألتوني كتير على طريقة القعدة بتاعة الأباجورة دي. هي أغلبية الناس كلها عاملاها بطريقة، أنا بعملها بطريقة مختلفة شوية بس في النهاية عشان خاطر تقدر تشيل الشابو بتاع الأباجورة. أول حاجة هنشتغلها من تحت من هنا، هنشتغل 16 دايرة سداسية. يعني أول حاجة هنعملها 6 خرزات ونربطهم ونعمل عليهم 15 دايرة ونقفل في ال16. تمام، ده أول صف. دي احنا بنعملها في الآخر بعد ما بخلص شغلي خالص، بعمل الجزء اللي تحت. يبقى أول صف عملناه 6 خرزات ونربط، بعمل 15 وردة وأجي في ال16 وأقفلها. الصف التاني خماسي على 2، يعني باخد أول حاجة 3 خرزات على 2 من تحت، بعد كده خرزتين خرزتين لحد ما بقفل الصف خالص بخرزية واحدة. بعد كده بشتغل الصف اللي بعديه رباعي على 1، يعني باخد 3 خرزات على واحدة من تحت. بشتغلهم كام صف؟ ادي 1 2 3 4، ادي 5 صفوف. طبعا انا ممكن اطول على كده، انت براحتك. دول 5 صفوف رباعي على 1. تمام، برجع بعمل جسمها من فوق، برجع تاني زي من تحت، ببدأها خماسي على 1، سداسي على 2، تمام، سباعي على 2 اهي، سباعي على 2. بعد كده الصف اللي بعديها بشتغل مرة سداسي على 1، هي دي اهي، سداسي على 1. الواحد ده اللي هو بتاع السباعي، اللي هو البوز اللي طلع لي من الغرزة السباعية. بعد كده بشتغل خماسي على 2 في نفس الصف، يبقى مرة سداسي على 1، مرة خماسي على 2. هنشتغل الصف اللي بعديه العكس، هنشتغل خماسي على 1 اللي هي البوز اللي طلعت لي من الغرزة السداسية، واشتغل سداسي على 2 كده هنا اهي، خماسي على 1 والسداسي على ايه الاتنين. تمام، بنفس الشكل. السداسي هتبقى على 3، معلش انا اسفه، عشان خاطر ما بين السداسي والسداسي دي هيبقى طالع لي 3 خرزات، يبقى سداسي على 3 خماسي على 1. الصف اللي بعديه هيبقى سباعي على 3. حتى هي هتعمل معايا الصف لما خلاص هلاقيه عمل معايا كيرف كده 3 خرزات متجمعين مع بعض، هشتغل عليهم سباعي، يعني احط اول مره 4 خرزات واخد 3 من تحت. الصف اللي بعديه سداسي على 2، سداسي على 2، يعني هاخد 4 خرزات على خرزتين من تحت. اللي بعديه خماسي على 2، خرزتين من تحت واحط عليهم 3 من فوق. بعد كده هعيد نفس الحكايه، هعمل رباعي على 1، 3 خرزات على واحده من تحت، هعمل صف 2 3 4 5. برضو ممكن تطوليها عن كده، ممكن تقصريها عن كده براحتك، دي حاجه ايه ترجع لي. بعد كده هرجع اعمل تاني خماسي. دي بقى إيه طريقتي انا اللي هي مختلفه عن القاعده بتاعت الاباجوره اللي هي بتتعمل، اللي بيعملوا لها عواميد تطلع من الجناب ويوصلوها بالشاسيه، فهي مع الوقت بتطرى والشاسيه بيبقى تقيل عليها وبتتعوج يمين وشمال. انما دي كده الشاسيه بتاعها هيتقفل عليها، يعني هينزل عليها، هتحطيه عليها فوقيها على طول، مش هيحتاج ولا يروح يمين ولا شمال، تقدري تشيليه في اي وقت وتحطيه في اي وقت. بعد ما هنعمل الصفوف الرباعيه بتاعتنا هنشتغل خماسي على 1، سداسي على 2، سباعي على 2. تمام، وصلنا لحد السباعي على 2. هعمل اخر صف معايا، وطبعا انا عايزه كل ما شغلي ده كله يبقى ايدي مشدوده قوي فيه. هشتغل رباعي على 1، رباعي على كل خرزايه من السباعيه اللي هم طالعين بره. انا عندي 3 خرزات اهم طالعين لي بره، ادي 1 2 3، هشتغل عليهم وادخل بايدي الشغل. يعني مثلا انا ما اشتغله هيبقى مفتوح كده كده، لا انا اسويه بايدي، امشيه فوق كل خرزايه، هيديني زي كانه شكل الورده كده، خرزه داخله طالعه داخله طالعه بالشكل ده. طبعا واظبطها بايديا. تمام، يبقى الشكل كده. طبعا احنا عايزين نركب لها لمبه، هنيجي من جوه من هنا، هنعمل طبعا نجيب الدويل بتاعنا ونشتغل حواليه غرزه رباعيه صفين 2، وهثبته هنا في النص، واجيبه من هنا لهنا بغرزتين رباعي، ومن هنا لهنا غرزتين رباعي، ونفس الحكايه هنا، بحيث ان انا اعمل له شبكه من جوه زي شبكه العنكبوت كده، صف 3 صفوف والدوايه في النص. طبعا وهركب اللمبه، والسلك بتاعي هينزل من تحت، اطلعه من تحت من هنا واقدر اوصله.
واتمنى ان تكون الفكره وصلتكم، لانه كتير جدا جدا بيسالوا القاعده بتاعه الاباجوره، القاعده بتاعه الاباجور. هي دي القاعده، الاختلاف اللي ما بينها وما بين اي اباجوره تانية زي ما انا قلت الجزء اللي فوق، يعني هم بيعملوها لحد الرباعي دي وبيقفوا على كده ويطلعوا لها عواميد من الجناب. طبعا عواميد دي خرز، مع الوقت طبيعي هتريح، اللي هتتقل حد يخبطها هتقع. انما لما هتعمليها بالطريقه دي من فوق، هي يا دوب الشاسيه هتنزليه عليها هيفضل شايلها اهي جامده، مهما تعملي فيها يمين او شمال فهي ايه جامده معاكي. وطبعا لما تشتغلي وايدك تبقى مشدوده تبقى كويسه معاكي. وان شاء الله اكون افدتكم. كانت معاكم ام آية. اي استفسار طبعا احنا مع بعض على الجروب، جروب مفارش خرز كريستال، وتحت امركم في اي استفسار.